السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل لكم اكل شعبي على السريع كده، اكل حلو قوي يفتح النفس. هعمل لكم سلطة بطاطس، وهعمل موس الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم جدا، وهعمل كبدة اسكندراني. طبعا اللي مش هياكل الرنجة هياكل الكبدة، فطبعا هعمل الاكل كله. الغدا النهارده هيعجبكم ان شاء الله، سهل وبسيط وحاجات كده على قد الايد. اول حاجه هعملها هتبل الكبده بالثوم والليمون. هحط معايا ثوم مفروم كده اهو، هاخد حته على قد الكبده كده، وهحط شويه كمون كده، شويه ملح، هحط معلقه خل كبيره كده، ونص ليمونه، وهقلبها. دي التتبيله بتاعه الكبده الاسكندراني. عايزه اقول لكم اللي بتشموها بره بقى، عايزه اقول لكم التتبيله دي جميله جدا. وزي ما انتم شايفين كده تبلنا الكبده، هنركنوها على جنب شويه ونعمل موس الرنجه. معايا بوله اهي، هنزل معايا رنجه مخليه اهي كده زي ما انتم شايفين، و3 معالق خل، كده نص كوبايه زيت، معايا ربع كوبايه طحينه خام، كده، وبصل اخضر، ونص ليمونه كده، وشويه كمون، وشويه شطه، و3 معالق كبار ميه كده. وهبدأ بقى ان انا اضربهم. طبعا ممكن تضربيها في الخلاط او في الكبة. هبدأ بقى ان انا اضربها زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين كده خلاص موس الرنجة هحطه في الطبق التقديم. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا كده. ان شاء الله تجربوا الطريقه بتاعت الرنجه دي، هتعجبكم قوي. كده وادي كده الطبق بتاعنا، هنحط عليه البصل الاخضر كده، نجرنشه بالبصل الاخضر اهو. عايزه اقول لكم جميل جدا جدا يعني. انتوا شايفين كده هعمل سلطه البطاطس اهي. البطاطس معايا مسلوقه، طبعا انا مقطعاها كده وسلقاها. هنزل بقى بالبقدونس كده اهو، وشويه توم معلقه صغيره كده اهو، مش كتير كده،
وزيت 3 معالق كده زيت كبار، وشوية ملح، شوية شطة، شوية كمون كده، معلقتين خل، هبدأ بقى اقلبه كويس، اقلبها كويس كده. عايزه اقول لكم بردك طبق البطاطس ده جميل جدا كده. خلاص زي ما انتم شايفين سهل وبسيط جدا جدا. هنزل بقى في طبق التقديم بتاعي اهو. وزي ما انتم شايفين ادي الطبق التاني بتاعنا. هنعمل بقى ايه؟ طبق الكبده. طبق الكبده هعمله لان اللي مش هياكل رنجه هياكل الكبده. ما انتم شايفين ادي الطاسه اهي بتاعه الكبده. هنزل بقى بالزيت كده، والفلفل. مش عايزه طبعا فلفل، براحتك خالص. ياخد تقليبه كده في الزيت قبل ما احط الكبده. خلاص هنزل بقى بالكبده. بسم الله. كده اهو، لازم تقلب كويس. وكده زي ما انتم شايفين خلاص كده الكبده خلصت اهي. وادي الغدا اهو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم غدوه كده ابسط من البساطه، غدا جميل جدا وعلى قد الايد وحرش ويفتح النفس. ادي سلطه البطاطس جميله جدا جدا، يا رب تجربوا الطريقه دي وتعجبكم. وادي الكبده الاسكندراني اهي بحذافيرها، عايزه اقول لكم فظيعه. وادي موس الرنجه اهو. محدش يقول لي عامله رنجه مع كبده، لا انا قلت اللي مش هياكل ده ياكل ده. انا بس بوريكم علشان ما تحتريش على الغدا. لو عايزه تعملي اكله شعبيه تفكري في اي اكله شعبيه تعمليها. الاكل ده طعمه جميل جدا والطريقه بسيطه وسهله جدا جدا. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم، واستنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش التعليقات وترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.